السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتراح اليوم بدون فرن تشيز كيك أو تحلية بالكيوي من أرقى التحليات، كتجي رائعة في المنظر وكذلك في المذاق، بسيطة وسريعة في التحضير. ما عليكم إلا تشاهدوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وفرجة ممتعة. أولًا غنحتاجو 200 غرام ديال البسكوي، أي نوع متوفر عندكم، سواء بغيتو ديروا مثلًا البسكوي اللي هذا باللون الأبيض أولا ديروا الأسود كيبقى لكم الاختيار، و100 غرام ديال الزبدة تكون دائبة. غادي ندوبوا الزبدة. أولًا غادي نطحنوا هاد البسكوي في الخلاط أولا في الطحان الكهربائي، وممكن أنكم ديروا غير بلاستيكة وديروا المدلك وتطحنوا أنكم مزيان تدقدقوه مزيان مزيان حتى ما كيبقاش يعني على شكل طروفة كبار. وبالنسبة للطحين يعني بغيتو تردوه بحال الدقيق، بغيتو تخلوه شوية بين حبيبات لكم الاختيار. غادي نطحنوا المرة الأولى، والمرة الثانية غنضيف ليه هنا الزبدة تكون دائبة. بالنسبة للزبدة دائبة غتضيفوها تدريجيا حتى كيتجمع لكم هذا الخليط، وكتقدروا تشكلوا منه كويرات او لا مثلا تقدروا تحكموا فيه. غادي نكبوا مباشرة في اي مول متوفر عندكم، سواء المول اللي كيتحل او لا المول العادي ممكن تستعملوه كذلك. غادي ندير المول هنا دائري، ممكن تخدموا بمول مربع او لا مستطيل لكم الاختيار. وغادي نحاول انني بكاس ندهنه بشويه ديال الزيت من التحت، ونضغط عليه مزيان مزيان حتى كيتماسك ليا هذا البسكوي في المول ويشد الفورمه ديال المول. من بعد غناخذ هنا 200 مليلي ديال الكريمه السائله، وممكن تخدموا بالكريمه السائله او البودره الكريم شونتيي مع كاس ديال الماء يكون بارد، او لا كاس ديال الحليب. هنا خديت 200 غرام معاها 2 ملاعق ديال السكر سنيده، وغادي نطرب هاد المكونات حتى كتطلع ليا الكريمه. ومن بعد ما طلعت الكريمه ما غاديش نحتاجو اننا نطلعوها مثلا بزاف، حيت مازال غادي يدخل هذا الخليط للثلاجه. وغناخذ هنا الياغورت اللي بالنكهه ديال الجبن، انا خديت هنا بيرلي. ممكن تستعملوا الجبن الطبيعي او لا تستعملوا الجبن يعني اللي ديال الدهن ديال الخبز، فيلادلفيا او لا جبلي او لا اي ماركه اللي كتخدموا بها نتوما. وممكن كذلك تضيفوا حتى القطع ديال الجبن المربعة، كيبقى أي حاجة متوفرة عندكم راه ممكن أنكم تخدموا بها. وهنا غادي نخلط المكونات بجوجهم، يعني الكريمة اللي طربت مع هاد الياغورت ديال الجبن، وغادي نضيف قطع ديال الكيوي. هنا درت غير 2 كيويات، قطعتهم قطع صغيرة وضفتهم على الخليط. اللي ما بغاش يدير هاد المرحلة ممكن ما يديرهاش. غادي ناخد هنا البسكوي اللي حطيته في المول بعد ما ضغطت عليه، وغادي نزيدو هنايا هذيك الكريمه اللي طلعت مع الياغورت. وغادي نحاول انني نسرحها مزيان مزيان، وانتم كتهزوا المول وكتحاولوا انكم يعني تزعزعوا المول هكا باش هذوك الفراغات اللي من الداخل كيعمروا، وباش ما يجيكمش خاوي من الداخل. يعني كتحاولوا انكم تدخلوا مزيان الكريمه في بعضياتها. وهنا غادي نحطو في الثلاجة، ومن بعد غادي ندوز باش نوجد الكريمة ديال الكيوي. هنا خديت 5 ديال الحبات ديال الكيوي، من بعد ما غسلتهم ونقيتهم كيف ما كتشوفوا. غنقطعهم ونحطهم في الخلاط الكهربائي اولا في الهاشوار، ليكم الاختيار اولا ديروا حتى الميكسور. وغادي نضيف هنا 2 ملاعق ديال سكر سنيدة، وكيبقى السكر على حسب الذوق. وهنا كاس ديال الماء، غنضيف 2 ملاعق ديال المايزينا. وهناك اختياري النكهة ديال الكيوي اللي كتعطينا المذاق وكذلك اللون. اللي ما بغاش وما عندوش متوفرة النكهة ديال الكيوي ممكن أنه يستغني عليها ويضيف شوية ديال الملون الأخضر اللي بغى لون مركز أكتر. هنا من بعد ما طحنت هاد المكونات كيف ما كتشوفوا، غادي نحطهم في الكاسرون وغادي نحطها فوق نار مهيله، ونخليها حتى كيعقاد هذاك الخليط. يعني ما تخلوش يولي عاقد بحال الخبز، غير مثلا بحال هكا يولي على شكل كريمه. وكنبدا نكبو مباشره فوق الكريمه اللي حطيتها في المول كيف ما كتشوفوا. ونحاول انني نقاد الطبقه الفوقانيه حيت كتكون هي الواجهه ديال هاد التحليه اولا تشيز كيك.
وغادي نحط نزعزعها بهذا الشكل هذا وندخلها للثلاجة حتى كتبرد وتماسك وكتشد راسها وما كتحتاجش كذلك وقت بزاف، راها دغيا كتوجد. شوفوا الحبيبات ديال الكيوي كيفاش كيجي المنظر ديالهم من الفوق زوين. وهنا من بعد ما شفت الكريمة تماسكات راها دغيا كتوجد البنات، راه ما كتاخدش منكم نهائيا وقت بزاف. غادي نديمو ليها ونحطها هنا في الطبسيل، وغادي يا اما تكتفيو بها بهذا الشكل هذا يا اما تزينوها كيف ما بغيتو، ليكم الاختيار. هنا اختاريت انني نزينها بالحبات ديال الكيوي هكا تذكير بان الطورطه راها اولا التشيز كيك ديال الكيوي. وخديت هنا نص كيويه، زينتها بهذا الشكل هذا على شكل وريضه. ومن بعد خديت الكيوي وقطعته على شكل دوائر، وقطعتهم كذلك هذوك الدوائر على نص، وبديت كنزين من الجوانب بهذا الشكل هذا. ممكن دهنوا هذوك الكيوي من الفوق بالناباج باش كتعطيه واحد اللمعان. اللي ما بغاش كيكتفي به بهذا الشكل هذا. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. غادي نقطعها باش تشوفوا القوام ديال هاد الكريمه كيفاش كيكون متماسك، سواء الطبقات بثلاثه البسكوي والكريمه الكريمه السائله، وكذلك الكريمه ديال الكيوي اللي كتجي متماسكه واكثر من رائعه، ومذاق ومنظر رائع. وكذلك الوقت ديال الكيوي نستغلوه ملي يكون عندنا. وهذه هي التورتة أو التشيز كيك أو التحلية ديال اليوم. ممكن تقدموها في المناسبات ديالكم، في السهرات ديالكم، وكذلك في رمضان. إلى عجباتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بلايك. شوفوا كيفاش جا القوام ديالها كيفاش متماسك، ومازال ما خليتهاش بزاف في الثلاجة دغيا. بغيت باش نوريكم القطع كيفاش جاو. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم. إلى عجباتكم بارطاجيوها مع الأحباب والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تبخلوش عليا بلايك أو تعليق. بطبيعة الحال إلا عجبكم لا فيديو وفضلا ليس أمرا. الناس اللي أول مرة كتشوف القناة ديالي كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا. اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس للمزيد من الفيديوهات. ودائما مع الوصفات السهلة والمبسطة. وكنعتذر إلا كنهضر بزاف في لا فيديو باش نوصل المعلومة أكثر وباش البنات يفهموا أكثر الوصفة وتكون ناجحة معاهم إن شاء الله من أول تجربة. ومن هنا كنقول لكم إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله.